خشوا معانا يا جماعه على الفيديو ونشوفوا تتبيله الفراخ اللي دينا عملتها. تتبيله خطيره جدا اهو، ان شاء الله تعجبكم. زي ما بقول لك ممكن تاكلي بيها، تعملي جنبها مكرونه، تعملي رز، طبق ملوخيه، اللي انت عايزه تعمليه. تاكلي بالعيش الخلطه بتاعتها دي اهو. تبليها وحطيها في التلاجة، ترجعي من البحر تعلقي عليها على طول، هتكون اتبلت واتطعمت. يعني مش ممكن تديها غلوه بس كده على البوتاجاز وبعد كده تدخليها الفرن اهو زي ما انتم شايفين اهو. يا رب ان شاء الله تعجبكم. فخشوا معانا على الفيديو وشوفوا تتبيله الفراخ الخطيره اللي دينا عملتها اهو. وده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب ان شاء الله يعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد في يوميات وفاء ودينا. يا رب اهو. بصوا دينا عماله تظبط برده فيها بتتحمر عشان الشوايه تديها وش لما تستوي تحت الشوايه تبقى تحفه اهو. وده كان فيديو النهارده. تابعونا، هتلاقونا كل يوم على اليوتيوب فيديو جديد على اليوتيوب ان شاء الله في يوميات وفاء ودينا اهو. عاملين اكله خطيره، طبق رز، طبق مكرونه، طبق ملوخيه بالعيش، اللي يعجبك هتاكليه. بس انا هاكل ايه يا دينا؟ هاكل رز طبعا دينا عارفه طبعا. هعلق ايه والله بقى ونعلق كده اهو. يا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم اهو. وتابعونا هتلاقونا ان شاء الله. اقول لكم ايه؟ سلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. فيديو جديد في يوميات وفاء ودينا. احلى تتبيله فراخ دينا عاملاها. بصوا عملت تتبيله عملت تتبيله فراخ. بس برضه بصوا تحطي في الفراخ فلفل، كمون، ملح. بصوا غير التتبيله اللي هي عاملاها. بصوا عامله ازاي. تتبيله سهله يا روان. هخلي بالي. دينا مقطعه فلفل، بصل، قوطه، حاطه حته من الدقه. بصوا ريحتها والله العظيم تحفه جدا. تدفي دينا الصواني. اكله سهله وخفيفه للمصايف يا جماعه اهو. ظبطيها، تبليها خالص وحطيها في التلاجة. تيجي من البحر عقبال ما تاخدي دش كده انت والاطفال وتظبطوا الدنيا، واللي بيغسل هدومه واللي تكوني علقتي عليها، تكون هي قعدت في التتبيله، شربت بقى من التتبيله الحلوه دي، طعمتيها تبقى خطيره اهو. جميله، اكله حلوه قوي. تعملي جنبيها بقى مكرونه، تعملي جنبها رز، تعملي ملوخيه، تاكلي بالعيش، تعملي بيها كل اللي انت عايزاه. حاجه ترجع لك انت اهو. تعملي ايه دي؟ توم. دينا بتحضر توم، فص توم حلو. اهو بتقطع اهو فصين توم حلوين اهو. دي بقى الصينية. أكلة حلوة وسهلة إن أنت تجهزيها وتروحي على البحر. تيجي من على البحر. فين الصينية التانية؟ هاتيها هنا قدامك. هاتي دي وهاتي دي. عشان هنعمل ايه؟ ماشي بس اعمل هنا. هاتي التانية بقى. هاتيها كده قدامك. أيوه يلا ماشي.
شويه بقى على نحطهم على الوش، ولا مش لازم نحط على وش الفراخ؟ مش لازم. مش لازم. يلا. اهو زي ما انتم شايفين اهو عملناهم في صينيه اهو. ادينا نحط على الوش شويه زيت بس اهو. الصينيه ازاي تحفه. ممكن تخليهم كده وتحطيهم في الثلاجه يشربوا من التتبيله ويطعموا. تيجي من البحر تروح معلقه عليهم. ممكن تديهم غلوه على البوتاجاز وبعد كده تدخليها الفرن. جميله جدا وريحتها خطيره. سهله زي ما انا ما بقولك. ممكن تعملي طبق مكرونه، ممكن تعملي طبق رز، وطبق ملوخيه، عيش. بصي تاكليها بالطريقه اللي انت عايزاها. ممكن تاكلي بعيش مع الخلطه دي. يعني انا دلوقتي هنعمل طبق رز، طبق ملوخيه اهو للي عايز ياكل. ايه رايكم يا جماعه فيها؟ جميله جدا. يا رب تعجبكم التتبيله اللي دينا عاملاها اهو. زي ما انا ما بقولك سهله جدا وهتطعمي بيها الفراخ. حطيها في التلاجة وارجعي من البحر، او لو انت في البيت تبليها بدري وجهزيها وسيبيها شويه في التلاجة. اركنيها هتكون اتطعمت وشربت من التتبيله اللي انت عاملاها والبهارات اللي انت حطاها فيها، وهتعلقي عليها. ريحتها حلوه قوي دي. ريحتها خطيره.